انا بقول للدكتور محمد مرسي اختار انت وسيرتك والدليل، حاجه من الاثنين، يا مسار ثوري يا مسار دستوري قانوني شرعي. حضرتك عايز تمشي بالمسار الثوري وانت حزب حاكم، وهتنزل اول مره في العالم حزب حاكم ينزل ناس تعمل مظاهرات بصراحه في العالم كله، دي عقوبه. حضرتك عايز المسار الثوري انا معاك، عايز تنزل ناس انها تهتف بالروح بالدم يسقط القرع انا معاك، ما عنديش مشكله. بس بقى في الحاله دي بقى الناس اللي حاصروا الاتحاديه وقالوا لك ارحل وروح روح، ولا دول مش شعب ودول شعب؟ ولا دول بقى دمهم احمر وازرق واخضر واحنا دمنا اسود؟ لا، الناس اللي طلعت لك في الاتحاديه كذا مليونيه ارحل ارحل ارحل، ما دام احنا بقى بناخد المسار الثوري وصوت الشارع هو اللي ماشي، لا حضرتك هترحل، كلام ما فيهوش هزار. حضرتك بقى هتاخد المسار الدستوري الشرعي، تمام؟ يبقى ما تطلعليش مليونيات، عشان الاحكام يا استاذ احمد مش بالمزاج. المحاكم اللي مش عاجباهم دي لو تفتكر ما هي اللي ادت 15 سنه لسامح فهمي ما قالوش عليه فاسد ليه؟ وهي اللي ادت لحسني مبارك مؤبد ما قالوش فاسد ليه؟ وهي اللي ادت لابراهيم سليمان 3 سنين، وهي اللي ادت لاحمد عز 10 سنين، وهي اللي حبست زكريا عازم. مش هي دي برضه المحاكم الفاسده؟ ولا على مزاج حضره الام بتاع مزاجك لما حضرتك تلاقي الحكم عاجبك وجاي حكم من وجهه نظرك انه بيخلص الخصومه